بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. نتواصل معكم وآخر مباريات الجولة 29 في لقاء يجمع الغراف صاحب المركز 13 ب36 نقطة وضيف الطلبة صاحب المركز الخامس مؤقتا برصيد 54 نقطة في مباراة يضيفها ملعب الناصرية ويقودها طاقم تحكيم بقيادة الدولي مهند قاسم، يساعد حيدر عبد الحسين، شاكر خالد، ومحمد كامل صغير حكما رابعا. في غرفة الفيديو علي أحمد شاكر، مساعد وليد عبد السلطان، مراقبا للحكام مهدي فليح. تشكيلة الفريقين للقاء اليوم: الغراف مؤلف من مجتبى محمد بحراسة المرمى بالرقم 21، على اليمين حسين فلاح 15، على الشمال أحمد ناظم 39، سالمون تشارلز بالرقم 14، فابريس أكبوتشو بالرقم 5. وسط الملعب الثلاثي: عباس فوزي 25، أمير عبد الله 6، القائد حسن داخل 24. ثلاثي المقدمة: فيدلس كوكو 23، مقتدى سعد 70، وفي المقدمة بشير الغرياني بالرقم 53. أما تشكيلة الأنيق مؤلفة من سجاد محمد بحراسة المرمى بالرقم 1، على اليمين غيث معروفي 55، ميلاد علي بدراقة 13، دينيس نداسي بالرقم 5، كرار سعد 83. وسط الملعب: كرار محمد بالرقم 14، قائد الفريق زيد اسماعيل 6، احمد السهيل 30. ثلاثي المقدمة أو ثلاثي المقدمة: منتظر عادل 11، سايمون مسوفة 27، وحبيب أوسلاتي بالرقم 17. غيابات الفريقين: يغيب عن نادي الغراف حسين طارق بسبب الحرمان، وإبراهيم عالمة رغم تواجده في قائمة البدلاء بسبب الإصابة. أما غيابات الطلبة: علي سعد بسبب الحرمان، حسين عامر، علي كاظم، حسين عمار، محمد مزهر بسبب الإصابة. ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول. حكمنا الدولي محمد مهند قاسم يقود المباراة رقم 24 إلى هذا الموسم، 102 بطاقة صفراء، 6 حمراء، 7 جزاء. قاد 8 مباريات كحكم فار. هذه المباراة الرابعة للغراف بعد أن قاد لمباراة الغراف الكهرباء، الغراف أربيل، الغراف الشرطة، والمباراة رقم 4 أيضا للطلبة بعد أن قاد لمباراة الموصل والميناء والشرطة. تنطلق على بركة الله أحداث شوط المباراة الأول. الغراف على يمين الشاشة بالزي الأبيض والأخضر، الوافد الجديد القادم الجديد الذي تألق مبكرا وتراجع مؤخرا. كرة ملعوبة، تعود الكرة من جديد. طبعا فريق نادي الغراف اللي يلعب مباراة اليوم 28 مباراة، 10 فاز، 5 6 تعادل، 12 هزيمة، إلى 30 على 29. كرة مقطوعة بنقاطه 36 بالمركز 13. بينما الأنيق ب 28 مباراة، 16 فوز، 6 تعادل، 6 هزائم، إلى 39 على 24 54 نقطة بالمركز الخامس مؤقتا بعد فوز الزوراء. من جديد نذكر بنتائج مباريات أمس واليوم. اليوم ديالى يتغلب على النفط بهدف، أربيل يتغلب على القاسم بهدفين، الزوراء يتغلب على الكرخ بثلاثية نظيفة. أما أمس الكهرباء خسر من النفط ميسان 3-1، الموصل عاد للأمانة بهدف، النجف تغلب على نوروز 2-1، والقرمة عاد للشرطة بهدف. عندنا مباراة أمس الميناء مع زاخو اللي نتمنى له الموفقية في اللقاء القادم أمام الشباب السعود. هذا هو المدرب السيد علي رضا منصوريان، كان لاعب وسط، 54 عام عمره. كرة عادت بالمنتصف، ترتد الكرة، محاولة بالمنتصف، عادت الكرة من جديد. غيث معروف، كرة تلعب أحمد سهيل وهناك خطأ. أحمد سهيل وهناك خطأ. سهيل لاعب شاب اللي سجل من الركنية في مباراة زاكو. الغراف قادم من فوز كبير، أكبر فوز حققه على القاسم 5-1،
أنيق يعود من شمالنا الحبيب من زاخو تحديدا بفوز ثمين على زاخو بهدفين مقابل هدف. أوسلاتي حبيب أوسلاتي 18 مباراة أساسي 4 بديل، 22 مباراة هذا الموسم. عالية الكرة وكرة تعود إلى الخارج، ركنية الآن على ما يبدو. لقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى 3-1 لفريق الطلبة. زيد اسماعيل بالدقيقة 7، حبيب أوسلاتي بالدقيقة 54، سيف رشيد بالدقيقة 60، فيدلس كوكو من ركلة جزاء بالدقيقة 5 من الوقت بدل ضايع لشوط المباراة اللي جرت على ملعب النجف، وتحديدا يوم 31/1 وقات الحكم يوسف سعيد. ركنية الآن أوسلاتي على التنفيذ، حبيب أوسلاتي على التنفيذ. الطلبة تحت قيادة مهند قاسم لم يحقق أي فوز، تعادل أمام الموصل وأمام الشرطة وخسر أمام المينا، بينما الغراف حقق فوز واحد تحت قيادته على الكهرباء وخسر من أربيل 2-1 ومن الشرطة بهدف. أوسلاتي يلعب كرة عرضية عالية من ركنية وإلى ركنية أخرى أو ركلة مرمى على ما يبدو، ركنية أخرى. هذا هو اللاعب عباس فوزي، اللاعب القادم من الأمانة، لاعب الناصرية، اللاعب اللي شارك في 27 مباراة ولا بيرغب إلا عن مباراة الجولة. يبدو ركلة مرمى مثل ما توقعت، ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراف. بداية سريعة طبعا بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجان، اللي قلد الميداليات لنادي أكد اللي تأهل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى من محافظة ذيقان. نادي آخر يدرس في دورينا بالدرجة الثانية نادي أكد اللي قلد السيد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجان الميداليات بتأهل للدرجة الأولى. أيضا الرئيس الاتحاد العراقي رفقة أمين السر فرحان محمد فرحان يتواجدان في ملعب المباراة. كرة بالرأس، أوسلاتي يحاول، حسن داخل، تلعب الكرة، أمير، عادت الكرة، حسين فرحاني اللي يشغل مركز الظهير الأيمن بغياب حسين طارق. كرة طويلة، محاولة، فيدل، تعود الكرة من جديد، كرة عادت إلى دينيس نداسي، دينيس وسط الملعب تلعب الكرة، حسين أمير، خطأ، ركلة حرة لمصلحة الغراف. بالسلامة لأمير لاعب الزوراء السابق، 16 أساسي و4 بديل. نهض أمير بالسلامة. هناك في نفس التوقيت مباراة دهوك مع الجوية، آخر مباراتين من الجولة 29. كرة مقطوعة، تلعب الكرة لكرار، سلمون، حسن فلاح من الجهة البعيدة، سين فيدلس كوكو. 16 هدف لهذا اللاعب الهداف المميز في تشكيلة الفريق اللي حافظ عليه من الدوري الممتاز. كرة عادت، ملعوبة سريعة، فيدلس، مراقبة لصيقة من اللاعب دينيس نداسي، سهلة إلى حارس المرمى سجاد اللي زج بيه اليوم بدلا من فهد طالب المتواجد في الدكة. 5 مباريات، 3 كرات عنقت شباكه في مباراتين شباكه نظيف. كرار، عرضية ملعوبة خطيرة، طالت على مسوفا،
إلى ركلة مرمى، ويبدو هناك حالة تسلل. 4 أهداف لمسوهبة في شباك الهوك وأربيل والقاسم والأمر. حارس المرمى مجتبى محمد 23 مباراة 20 كرة عانقت شباكه، و10 مباريات كانت شباكه نظيفة. غاب عن 5 مباريات عن مباريات أربيل، القرمة الزوراء، نوروز والقاسم. كرة عالية أحمد الشهيد، طويلة ملعوبة، سلمون حسن أو أمير أقبوتشو قادم من النجف، لاعب من توغو. تعود الكرة إلى بشير الغرياني اللاعب التونسي، هدفين في شباك الهوك. حاول الآن كرة من أحمد ناظم إلى الخارج. كرة مقطوعة، حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. بالسلامة لفيدريس كوكو. هذا هو فيدريس كوكو، كرة مشتركة مع دينيس نداسي اللاعب الكاميروني. توجيهات من هذا المدرب. 13 محطة تدريبية لهذا المدرب، 47 مباراة دولية، 7 أهداف دولية من 96 إلى 98. قحطان كثير المدرب اللي يقود نادي الغراف، ثالث مدرب يقود الغراف بعد حيدر عبيد، قاتم علي الحيمة في مباراة نوروز، ثم قحطان كثير 4 مباريات، 2 فوز 1 تعادل و1 هزيمة. كرة تلعب ترتد مرة أخرى، تبعد، بينما مدرب نادي الطلبة علي منصوري قاد الفريق ب 21 مباراة. كرة خطيرة، محاولة من جديد، تعود الكرة، تسديدة ترتد من الدفاع مرة أخرى، محاولة، مباراة سريعة حلوة ما بين الفريقين. كرة ترتد من جديد، محاولة إلى فيدريس كوكو، وتسديدة، جول! هدف أول بالدقيقة 10 عن طريق القائد حسن داخل يسجل أول أهداف في المباراة بقذيفة رائعة، ولا أجمل ولا أروع. يا الله يا الله يا حسن، يا الله يا حسن داخل، سجل على الجوية واليوم يسجل على الطلبة، ويبدو اختصاص التسجيل في شباك الكبار. واحد من أجمل الأهداف، كرة جميلة على الطاير من حسن داخل على يمين الحارس سجاد محمد، وأول الأهداف بالدقيقة 10 يسجلها حسن داخل، اللاعب اللي مثل الفريق ب 25 مباراة وغاب عن الكهرباء. هدف أول بالدقيقة 10 من عمر المباراة. 1 الغراف لا شيء نادي. شوف الكرة تهيأت على طبق من ذهب، تسديدة حلوة باغتة الحارس، وأحرز من خلالها أول الأهداف. أذكر لقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى بتقدم الطلبة 3-1، وهذا هو الهدف رقم 78 بعد 678 هدف في 287 مباراة. فرحة الملاك الفني وحسن كمال مؤيد جودي بأول الأهداف. كرة اللعب برا الملعب، ركلة مرمى. في لقاء الذهاب تقدم الطلبة بالدقيقة 7 عن طريق زيد اسماعيل، لكن اليوم معكوسة، بالدقيقة 10 يتقدم الغراف على الطلبة بالدقيقة 10. هدف جميل عن طريق اللاعب حسن داخل اللي سجل
مع الجوية في مباراة الجوية، والغراف سجل الغراف في شباك الجوية، واليوم يسجل في شباك الطلبة. مباراة جمهور كبير يتابع المباراة. كرة ترتد تعود إلى سالمون أحمد ناظم، أحمد يحاول، أحمد يبحث عن زميل، كرة قصيرة ترتد تعود وسط الملعب زيد إسماعيل، وإسقاط كرة الآن. قبل كان الحكم جزء من الملعب حتى إذا ارتطمت به الكرة ودخلت المرمى جول، الآن لا، ليس جزء من الملعب، إذا ارتطمت به الكرة إسقاط كرة. زيد ميلاد بدراقة، عادت إلى ميلاد بدراقة، حارس المرمى سجاد يلعب الكرة، الغراف مندفع بشكل مميز. كرة تعود أحمد سهيل وسط الملعب، عادت الكرة بشير، أحمد سهيل، يا سلام يا كوكو 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 كوكو، الله حرام عليك، فرصة كانت ثمينة وكاد الأنيق أن يتلقى هدف ثاني، ولكن براعة الحارس سجاد أنقذت الأنيق من كرة خطئ. الآن بمفهوم كرة القدم الطلبة عليه أن يهدئ، الفريق مندفع سجل هدف، عليه أن يهدئ، يلعب كرة بشكل هادئ، وبالتالي يمتص زخم واندفاع لاعبي نادي الغراف. لكن بالمقابل الغراف بمؤازرة اللاعب رقم 12 الجمهور مندفع بقوة على مرمى الطلبة. كرة ملعوبة الآن بالرأس تلعب، عادت الكرة من جديد، تبعد من زيد أو من اللاعب غيث معروف إلى كرار، عالية الكرة سهلة عند الحارس مجتبى محمد، سهلة عند الحارس مجتبى. مثل ما ذكرت 23 مباراة، 20 كرة عانقت شباكه، و10 مرات شباكه نظيفة. عالية الكرة مقطوعة من ميلاد بالرأس، غيث، كوكو، أحمد، بشير، أحمد سهيل، كرار، زيد. خطأ لمصلحة نادي الطلبة. مباراة حلوة سريعة لا تتوقف، 1 نادي الغراف لا شيء، الطلبة بدقيقة 10 عن طريق حسن داخل. نلعب دقيقة 14 من عمر المباراة. كرة عادت المباراة، أذكر من جديد اللي يحضرها السيد عدنان درجان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم صحبة أمين السر محمد فرحان. وقبل المباراة جرى تكريم نادي أكد لأهل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وهو من محافظة ديقان. كرة ارتدت، أحمد ناظم، طويلة ترتد، كوكو، حسن، وطويلة إلى بشير القادم والوافد من النجف، لعب لحمام سوسة. تعود الكرة إلى فيدلس كوكو، أربك الدفاعات، يتنقل من اليمين إلى الشمال إلى العمق، كرة حلوة لا حسن يسدد، الله، عملها ومن ثاني يسجل الهدف الثاني. حسن، يا الله. هدف ثاني سجله ببراعة، عملوها من ثاني وسجلوا هدف ثاني أمام فرحة عوائلنا الكريمة التي تتواجد في ملعب المباراة. سجدة الشكر من القائد حسن داخل، وهدف ثاني بشكل ثاني. يا كوبي بس يا حسن، كوبي بس، كرتين جميلتين لامعتين رائعتين قذيفتين وبنفس المكان على يمين الحارس سجاد. هدفين للغراف لا شيء للطلبة. شوف الكرة من بشير مرت لكوكو، كوكو الخطير، كوكو الداهية، كوكو العجيب، على طبق من ذهب، وتسديدة بنفس المكان تمر على يمين الحارس سجاد، ويعلن من خلالها الحسن داخل هدف التقدم الثاني،
هدف جميل بمباراة جميلة بشكل ثاني. كوبي بس هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني لصالح نادي الغراف، لصالح السومري. فرسان سومر، فرسان سومر، السومري يسجل الهدف الثاني ويتقدم خلال 16 دقيقة بهدفين مقابل لا شيء، 2 لا شيء. الشوط الأول بالمباراة الذهاب انتهى بالتعادل. كرة مرت على يسار الحارس، نشوف هل هناك شيء. يبدو أن الحكم يذهب لغرفة الفار. هل هناك لعب خطر؟ هل هناك خطأ ضد اللاعب حسن داخل؟ حكم يذهب للفار يدقق الحالة. هل هناك لعب خطر لحسن داخل؟ إذن الكرة في ملعب الفار وحكم اللقاء. هل كان لعب خطر على كرار؟ قدم اللاعب حسن داخل ارتفعت، والقرار الأول والأخير لحكم اللقاء. هل سيكون هدف صحيح؟ هل سيعيد؟ شوف الكرة إلى بشير لمها من الجهة القريبة، هيها إلى فيدل سكوكو على طبق من ذهب إلى حسن وسجل من خلالها الهدف. نشوف قرار الحكم. إذن هدف صحيح لا غبار عليه، هدف صحيح والكرة في شباك نو جول. نشوف القرار. هل هناك ركلة حرة؟ سيجي طلع يقول نو جول والحكم أشار إلى الهدف. نشوف ركلة البداية أم هناك خطأ؟ يبدو هناك خطأ، لعب خطر ويلغي الهدف. يلغى الهدف يا مخرجنا، بلعب خطر. هيا كرة النفس، لكن والله هدف جميل. كوبي بس من الهدف الأول. خلينا نرجع ونشوف القرار لحكم اللقاء. ركلة حرة ملعوبة، هدف يلغى جميل لحسن داخل نجم الدقائق الماضية بكرتين جميلتين تعانق الشباك، واحدة تسجل وأخرى تلغى. عادت الكرة، كرار سعد، هذا علي، ميلاد علي، حسن، كرة بالمنتصف، كرار، عادل، ميلاد بدراقة يلعبها. تعود الكرة حسين فلاح، أكبوتشو، نداسي، دينيس، غيث معروفي، زين، نجم منتخبنا الوطني. كرة قصيرة أحمد ناظم، طويلة، كرة وسط الملعب، حسن، فيدريس كوكو، يا سلام، حلوة ملعوبة للجهة البعيدة، مقتدى سعد، وكرة سهلة لا سجل، سهلة إلى سجل. كرة عادت، ميلاد بدراقة، مسوفة، طالت على أحمد سهيد. توجيهات من مدرب علي رضا لقاد الفريق في 21 مباراة، فاز في 13، تعادل في 5، خسر في 3. كرة اللعب، بشير، هدف السادس يتلقاه الطلبة بالدقائق العشرة الأولى.
والهدف الثالث اللي سجله الغراف بالدقائق أو بالربع ساعة الأولى. كرة تنقطع، بشير أحمد سهيل برا الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي الغراف. ممكن إلغاء الهدف الثاني ينطي دافع معنوي للاعبي الطلبة لإعادة نفسهم للمباراة. منتصف شوط الأول بالتمام، منتصف شوط الأول بالتمام، 1 الغراف لا شيء الطلبة، عن طريق حسن داخل بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أحمد ناظم سلمون أحمد وإلى الخارج. من جديد إلى ركنية لمصلحة الغراف. الغراف أفضل، أحسن، أخطر. ركنية لمصلحة نادي الغراف. شوط رائع متميز من الفريقين. القوة الجوية بالصدارة ب66 نقطة، الشرطة بالمركز الثاني 60، أربيل يتمسك بالمركز الثالث ب59 نقطة. كرة ملعوبة ترتد من نداسي، تعود الكرة لأوسلاتي. أقبوتشو يعيد الكرة. أحمد سهيل بالراي، أوسلاتي، زيد إسماعيل، ماسوفا مقطوعة الكرة، يا سلام، ترتد إلى أقبوتشو. حسن داخل، حسن هدف يحط معنوية، وأمام جمهورك المساندك بشكل مميز بتشوف أداء الفريق ده يكون رائع، اندفاع رائع، تنقلات رائعة، عكس فريق الطلبة لحد الآن لم يصل إلى مرمى نادي الغراف. ركلة حرة وملعوبة. إذن الزوراء ب54 نقطة يقفز بدلا من الطلبة رغم التعادل، لكن بالأهداف الأكثر تساوى باللي إلى وعليه، لكن الأهداف الأكثر للزوراء 30، 28 للطلبة. كرة مقطوعة الآن، تلعب الكرة، محاولة من جديد، هناك كرة مرت إلى الخارج، رمية تماس لمصلحة نادي الغراف. القرمة بالمركز الخامس. مسوفة 4 أهداف. حسين فلاح قادم من الكرخ، الانتقالات الشتوية، لعب لنفط البصرة لزاخو للجوية. رمية تماس للميناء لنفط الوسط، كرة ترتد، عادت مرة أخرى وسط الملعب. أمير عبد الله، روح الشباب موجودة بالثنائي، أمير عبد الله وعباس فوزي في وسط الملعب بالارتكاز. أوسلاتي، تعود الكرة، أوسلاتي بدأ يلعب بالارتكاز واندفع اللاعب أحمد سهيل إلى الجهة اليمين. أحمد سهيل يسيطر على الكرة، يسدد من بعيد، ترتد من أمير عبد الله، تعود الكرة إلى كرار محمد. كرار يستحوذ على الكرة، الحكم قريب عند لاعب متعرض للإصابة، المفروض لاعبي الطلبة يلعبون الكرة. على كل حال نهض اللاعب أمير، تعود الكرة إلى مسوفة يلعبها إلى أحمد سهيل. أحمد سهيل يمر إلى مسوفة، ترتد الكرة من سلمون القادم من الشرطة، اللاعب الكاميروني، تعود إلى سجاد. كرار سجل في شباك الميناء، تعود إلى كرار مرة أخرى. بدأ يهدئ الطلبة. ميلاد علي بدراقة، مسوفة، زيد يهيئ الكرة للجانب إلى غيث معروفي، عادت الكرة. كرار، أوسلاتي، ميلاد، زيد، نقل كرات بأقدام لاعبي الطلبة. ميلاد من جديد، ميلاد، زيد، كرار، حلوة ملعوبة، لا وانتظر، وكرة جول.
مسوفا يدرك التعادل بالدقيقة 27 من عمر المباراة. مسوفا شوفها بالإعادة، كرة تتحول من جهة الشمال عالية ملعوبة، يلعبها مسوفا إلى داخل الشباك ويحرز هدف التعادل بالدقيقة 27 من عمر المباراة. خلينا نشوفها بالإعادة، كرة كرار من الجهة البعيدة، مسوفا يستقبلها وإلى داخل الشباك، يدرك من خلالها هدف التعادل. مع هذه الرقصة تشيكينج جول، هدف التعادل بالدقيقة 27، وهو رقم 27 على رقمه وبدقائق المباراة بالرقم 27 يدرك التعادل للأنيق في مرمى الغراف. خلينا نشوف عشاق وأنصار الأنيق رغم قلتهم يبتهجون بهدف التعادل. خلينا نشوف الهدف يا مخرجنا بالإعادة إفادة. خلينا نشوف الهدف بالإعادة، نشوف إعادة للهدف. خلينا نشوف الهدف بالإعادة. شوط أول سريع مثالي رائع ما بين الفريقين، أهداف تحضر وأهداف تلغى. الأنيق يعيد نفسه لأجواء المباراة بهذا الهدف إن تأكد تسجيله وصح تسجيله، لكن المشكلة الآن لحد الآن الهدف ما معيوب. نتمنى نشوف شوف الهدف، شوف هل هناك تسلل؟ كرة تحولت، ما ارتدت من الحارس، تمركز سليم لمسوفا، ومسوفا ما كان في وضع تسلل، كرة ترتد من الحارس أكملها مسوفا، لكن الإشكالية عند استلام الكرة من الجهة البعيدة. مسوفا لم يكن بوضع تسلل، لكن الإشكالية على الجهة البعيدة إذا كان هناك تسلل. كرة يخطئ الحارس مجتبى محمد بمسكة ترتد إلى مسوفا، ويعلن مسوفا هدف تعادل. الآن تشيكينج جول. نصف ساعة بالتمام، الكل ينتظر. أكيد في غرفة الفار السيد علي أحمد شاكر بمساعدة وليد عبد السلطان. الآن تدقيق هل هناك حالة تسلل. إذا على مسوفا مو بوضع تسلل، الحالة من بعيد. إذا أكو شك إذا هدف صحيح. والتعادل الآن بهدف واحد ما بين الطلبة والغراف. قدم الغراف عن طريق حسن داخل بالدقيقة 10، وعاد المسوفا للأنيق بالدقيقة. إذا ماكو تسلل، هذا هو خط التسلل وما بها تسلل. والكرة شوف تصويبة ارتدت من الحارس ومسوفا. شوف هذه المتابعة الدقيقة، هذه المتابعة المطلوبة. شوف كرة اللاعب منتظر عادل وأكملها مسوفا، ومنتظر لم يكن بوضع تسلل، وبالتالي لعب كرة ارتدت من الحارس. شوف الحارس يتحمل مسؤولية هذا الهدف، عدم استقبال الكرة بشكل مميز. 1-1 الآن. ركلة مرمى للطلبة. سجاد محمد على تنفيذ. مسوفا يسجل هدفه الخامس بعد أن سجل في شباك ادهوك من ركلة جزاء أربيل القاسم والأمانة. كرة عادت من ميلاد. سجاد يلعب كرة طويلة. حسن داخل، كرار ما سيطر على الكرة. كرة سريعة من حسن داخل، مرت إلى ميلاد يعيدها إلى سجاد صعبة يبعدها بقدمه. أكبوتشو، أمير، يا سلام يا أمير، لاعب شاب مثالي. يا سلام تسلم رجليك. كرة مرت إلى جانب حسين فلاح، عادت إلى حسن إلى حسين. حسن داخل، كرة تبعد من غيث معروفي.
كرة بالمنتصف، أحمد، سلمون، أكبوتشو، فابريس أكبوتشو، حسن داخل، لاعب هادئ، بشير كوكو، يا سلام، لاعب مهاري رائع، حداف متميز، ستكون عيون الفرق الجماهيرية على هذا اللاعب في الموسم القادم. بشير، وإلى حارس المرمى سجاد. 33 دقيقة من عمر المباراة، 1-1. قدم الغراف عند الدقيقة 10 عن طريق حسن داخل، وعاد المسوفة بالدقيقة 67. ميلاد، أوسلاتي حبيب، ميلاد، مسوفة بدأ يهرب من الرقابة، يعود إلى الخلف، كرة تنقطع، لا خطأ لمصلحة الطلبة. الحكم يعيد الكرة، يجب أن تكون من مكان حدوث الخطأ ومستقرة بمكانه. دفع واضح من اللاعب مقتدى، لاعب القادم من مصافي الوسط، لعب للديوانية واللي نفط ميسان هدف في شباك القاسم. قحطان كثير في مباراة الخامسة. كرة تعود إلى غيث معروفي، زيد، نداسي، ميلاد. بدأ الآن الطلبة يعيد نفسه وبدأ يستحوذ على الكرة أكثر من نادي الغراف. كرة بالرأس، عادت الكرة من كرار، أحمد سهيل، إلمن برا الملعب إلى ركلة. لا، يجب أن يكون عنده تركيز، هذه الكرة يجب أن تستغل بشكل أفضل. ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراف. 35 دقيقة، نلعب بالدقيقة 35، 1-1. مجتبى طبعا عنده 4 انذارات، مهدد بالغياب. إبراهيم عالم ثالث حارس هذا الموسم، عربي وكرواتي، واحد أردني واحد سوري واحد كرواتي في دورينا مع نفط ميسان مع النجف. لأول مرة في دورينا احتراف حراس. دورينا هذا الموسم شهد أكثر من 161 لاعب محترف من مختلف الجنسيات. هذه حالة إيجابية تؤكد الاهتمام بدورينا والتواجد في دورينا. كرة قصيرة خطيرة، مجتبى أبعد. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. كرة عادت بالمنتصف، حسن، أمير، أحمد، كوكو. مراقبة لصيقة من دينيس، أوسلاتي، غيث، دينيس، نداسي، محاولة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الغراف. دولي حيدر عبد الحسين يشير إلى وجود حالة تسلل. واحد من حكامنا المتميزين، كل حكامنا متميزين. لجنة المسابقات انطت الفرصة لها حكام شباب هذا الموسم ايضا. نداس او سلمون، مجتبى، أكبوتشو، حسين فلاح. تنقطع الكرة، عادل، منتظر عادل، والله بالرأس. أحمد ناظم يلعب الكرة، بشير، أمير، مسوفة، زيد، كرار، ترتاج، زيد، عادت الكرة، ميلاد، كرار، كرة طالت، رمية جانبية لمصلحة الغراف. رمية جانبية لمصلحة الغراف. أذكر بنتائج مباريات اليوم: ديالا يفوز على النفط بهدف، أربيل يتغلب على القاسم بهدفين، الزوراء يتغلب على الكرخ بثلاثية. وفي نفس الوقت الآن تجري مباراة إدهوك والقوة الجوية.
أحمد من جديد. أمير، خطأ لمصلحة نادي الغراف، ركلة حرة للغراف. سلمون، مرة أخرى سلمون. أحمد ناظم، كوكو، نداسي، كرار، أحمد، كرار، عالية بالمنتصف، أكبوتشو، حسين فلاح من الجهة البعيدة، عالية من حسين. ميلاد ما استحوذ على الكرة، ما سيطر على الكرة، كرة خطيرة خطيرة. كوكو 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 كوكو، كرة جميلة بخطأ قاتل من ميلاد علي بدراقة. شوف تعثر واللاعب مقتدى، وكوكو يلعبها إلى الخارج. فرصة تضيع ثمينة، كانت هدية على طبق من ذهب للغراف وضاعت إلى خارج الملعب. نداسي، طويلة الكرة، 4 مقابل 4 تسديدات. سلمون، أحمد ناظم، أحمد يلعبها، كرة من حسن داخل، خطأ لمصلحة نادي الغراف. بالسلامة لحسن، بالسلامة لحسن. ناهض حسن، دقيقة 40 من عمر المباراة. هذا غيث معروفي، 8 مباريات أساسي، 4 بديل. أمير، عالية الكرة، سجاد يتركها إلى خارج الملعب لركلة مرمى لمصلحة الطلبة. انتهت الآن 40 دقيقة، آخر 5 دقائق من الوقت الرسمي للمباراة بشوطها الأول. التعادل يخيم على أجواء هذا اللقاء بهدف للغراف. وهنا الكابتن رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال لعب مع الطلبة وسجل مع الطلبة. يتابع هذه المباراة بعد أن قلد لاعبي نادي أكد الميداليات بتأهلهم من الدرجة الثانية للدرجة الأولى. وأكد من أندية الناصرية. يبدو أن الأرض مبتلة، كانت زخات مطر خفيفة اليوم. يبدو أن الأرض مبتلة، وشفنا ميلاد تعثر، سجاد تعثر، زيد تعثر، حسن داخل تعثر. كرة عادت إلى منتظر عادل، منتظر بعيدة لمسوفا، تبادل المراكز ما بين مسوفا ومنتظر. عالية الكرة بالرأس، تنقطع. أمير، حسن، زيد، كرار، غيث معروفي، زيد، أحمد سهيل، منتظر، كرار محمد، عالية من كرار إلى كرار الخالي من الرقابة من الجهة البعيدة المندفع إلى الأمام. كرار سعد يحاول يتعدى لاعب، ممكن يحول، يمر يلعبها لأوسلاتي داخل منطقة الجزاء. أوسلاتي صعبها على نفسه، صعبها وقلت خطورته. يلعب كرة عرضية خطيرة، برافو يا مجتبى، برافو يا مجتبى. خروج حاسم، يلعب كرة طويلة مستعجلة. زيد، عرقلة لكرار، ركلة حرة. خطأ ضد حسن داخل. كرار، 7 مقابل 4 الأخطاء. دنس نداسي، طويلة الكرة بالرأس، منتظر عادل،
اللي صنع الهدف الأول. ركلة مرمى لمصلحة الغراف. هذا هو الدكتور الصيدلاني منتظر عادل. 4 أهداف في شباك الأمانة الكهرباء الكرخ والأمانة في الإياب. لعب الكهرباء للحدود. كرار سعد أمامنا، هدف في شباك الكهرباء. أو لا، الهدف لمصطفى ليس لكرار. كرة عادت. أمير يلعب كرة طويلة. سجاد بالسلامة. بالسلامة سجاد مع المدافع. على كل حال كوكو لم يكن له. غيث معروفي مع سجاد. حكم كرة عند سجاد. هل هناك خطر؟ ركلة حرة. كرار. اوسلاتي. اكبوتشو. مشتبه يشتت كرة برا الملعب. رمية جانبية لمصلحة الطلبة. هذا هو مشتبه، لعب لنفط البصرة، لنوروز، لكربلاء. كرار سعد. مسوفا. بشير. نداسي يبعدها. زيد يستقبلها. أحمد سهيل. أحمد. خطأ لمصلحة الغراف. خطأ ضد أحمد سهيل. أحمد سهيل المباراة الثانية يدخل أساسي. مباراة واحدة أساسي، مباراتين بديل، وسجل هدف في شباك زاف. هل هناك بطاقة؟ هل هناك بطاقة لأحمد سهيل؟ إذن بطاقة يبدو لأحمد سهيل. عندنا غراف عنده 82 بطاقة صفراء، وعنده 62 بطاقة صفراء، بينما 82 بطاقة صفراء للطلبة. إذن أول بطاقة في المباراة لأحمد سهيل. كرة مقطوعة. حارس المرمى. أول بطاقة لهذا اللاعب هذا الموسم أيضا. كرة لا كرار. مسعوبة. خطأ لمصلحة نادي الطلبة. خطأ للطلبة الآن. بالسلامة لمسوفة. 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. نلعب بدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع. أمير. تبدو هناك دعس لهذا اللاعب، والقرار لحكم اللقاء. دخلنا الدقيقة الثانية. الجمهور يتابع هذه المباراة. بالسلامة لمسوفا. سايمون مسوفا اللاعب التنزاني. قحطان كثير مدرب، لعب للطلبة، للخور، للكرخ، لاتحاد كلبة، للصناعة، درب الصناعة، النجف، نوروز، قاد الطلبة موسم 21-22، درب الشرطة، العراق تحت 17، العراق تحت 20، والجوية. هذا الموسم قاد النجف أيضا وغادر. بالسلامة لمسوفا. جمهور كبير يتابع هذه المباراة مع الغراف في أول مواسمه في دوري الكبار، دوري نجوم العراق. إذن الذهاب للفار كان أكو هناك دعس على قدم اللاعب. هل هناك بطاقة حمراء لأمير؟
هل هناك بطاقة حمراء لأمير اللاعب أمير عبد الله؟ هل هناك بطاقة حمراء؟ عندنا 91 بطاقة حمراء بدورينا، شوف هذا دعس، لكن القرار والتقدير لحكم اللقاء. عندنا 91 بطاقة حمراء، 3 منها للغراف و4 لنادي الطلبة. حسن داخل مرتين طرد وأحمد ناظر. والآن الدور هل سيكون لأمير أم تمر بسلام؟ يبقى التقدير لحكم اللقاء. 91 بطاقة حمراء في دورينا، ولغاية مباريات يوم أمس بطاقات الصفراء لغاية يوم أمس 1419 بطاقة صفراء، 1419 بطاقة صفراء لغاية مباريات يوم أمس. من سيسجل الهدف رقم 700 في دورينا؟ من سيسجل الهدف رقم 700؟ ذو الفقار لاعب نفط ميسان سجل الهدف رقم 600. طرد لأمير، طرد لأمير، طرد لأمير، هو 92 في دورينا، والرابع لنادي الغراف هذا الموسم. انعطاف كبير سيجري في المباراة. بطاقتين حمراء لحسن داخل أمام القرمة والموصل، وأحمد ناظم أمام نوروز، والآن أمير عبد الله أمام الطلبة. الآن أمير عبد الله أمام الطلبة. إذن الحكم يشير بالوقت بدل ضايع إلى بطاقة حمراء أسرع بطاقة حمراء هذا الموسم بدورينا إلى ناصر محمدو أمام الجالة بالدقيقة 6 من عمر المباراة. كرة ملعوبة، عباس مرة أخرى، عباس فوزي، عالية ملعوبة إلى حارس المرمى سجاد. 6 دقائق المباراة توقفت بسبب الذهاب إلى غرفة الفار. أحمد سهيل، غيث معروفي، هذا دفع على كل حال، وبرا الملعب إلى ركلة مرمى. حبيب أوسلاتي ضاعت عليه فرصة، شوف بالإعادة كرة غيث معروفي ما استغلها بشكل ثمين وإلى الخارج. هل سيستغل الطلبة في شوط المباراة الثاني النقص العددي في تشكيلة الغراف أم سيكون كلام آخر للغراف؟ هذه فرصة تضيع على فريق الطلبة إلى خارج الملعب. ننتظر صافرة الحكم الدولي مهند قاسم لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. حسن داخل يشكو من إصابة، حسن داخل يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله. سجل هدف ثاني جميل لكن ألغي بداعي الخطأ. جمهور الطلبة يبتهج يحتفل
هذه الكرة اللي ضاعت على مسوفة. حبيب أوسولاتي أيضا يتلقى العلاج. حسين فلاح أمامنا بالصورة، الجمهور الكبير أمامنا أيضا. 7 دقائق من الوقت المحتسب بدل ضايع. مجتبى الآن على التنفيذ، كرة طويلة وعالية، يعود حسن داخل بعد استئناف في اللعب. كوكو، سلامون، كرار، ميلاد علي، كرار. صافرة الحكم الدولي محمد مهند قاسم تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الثاني بتعادل الطلبة مع مضيف الغراب بهدف واحد. حسن داخل أعلن تقدم الغراب بالدقيقة 10 وعادل مسوف النتيجة للطلبة بالدقيقة 27. المباراة اللي راح يكملها الغراب ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب أمير عبد الله بالدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل ضايع. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي او لزميله الان. الله، الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، اي هدف، اي تصويبه، اي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي ايام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من اروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من اروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل الى هدف الثالث هذا الموسم بعد ان سجل بشباك القاسم ودهوك. اما الكرخ اللي اصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله، التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة تشاهد سامر محسن، أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد وسجلها. لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب. لا 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 لا، هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله
يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة جميلة جميلة. نعم، إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، حركها يونس غني، حركها يونس غني. وأي تصويبة، أي تصويبة جميلة. نعم، بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب، فما بالك بالأقرب. الله يا يونس غني. شوف 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 المزعجة والخطيرة يرسلها عالية إلى الأمام. محاولة بالراس، لا زالت قائمة. المتابعة، تسويق، سجل هدفه الأول 9 دقائق من ثواني. اللاعب السرسطم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما نعم بتحول الكرة إلى ضربة ركنية، سجل من خلالها فريق نادي زاخو أول أهداف المباراة. ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسطم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس. أيمن السيد العائد الجديد، غياب ميلاد أيضا بروحية القائد، يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل. الله على المرور والعبور والعرضية. إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية. أي مرور وتمويه رائع جدا، واختراق وعرضية لاقاها التألق والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا. كلاوديو أوليفيرا، مارادونا، عالية الكرة خطيرة. الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل، وعن طريق النيجيري كومو لافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومو لافي، عالية كانت ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول، لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف. وهنا كومو لافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة. الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال. خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمغدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة جميلة جميلة. نعم جميلة. وهدف التعديل لديالا، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض لإصابة مرتين بهذا اللقاء، لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المنقذ بالجروح. إذا الكرة الثابتة الآن، وسنكمل. هذه الكرة عدت هنا. الله،
يا كريم. الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك من كرة ثابتة جعلت الحارس يشاهد يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول من كريم درويش، يسجل أول أهداف اللقاء التي يحتاجها لاعبين هذه الشرطة. يلعبون على الأطراف، حسين جبار يلعب الكرة العرضية، جول 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 جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل أول أهداف القيثارة، تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد 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 تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف، أنت حارس محترف، وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام، خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد، عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان، أحمد فرحان يبحث عن زاوية، الله، جول 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 جول. هدف ثاني للقيثارة، حف الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة، ونعم في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي. ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة على لعب الركلة الركنية. محمود المواس، المواس يلعب الركنية على القائم الأول، هنا الراسية، جول. سجل في مرمى القاسم 7، والآن على النجف 3 أهداف. نعم، الهدف الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة. الهدف الدقيقة 53. شاهد الراسية، شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول، يونس إلى هاريسون، هاريسون كرة اصطدت هنا الراسية من هاريسون، يحاول الآن أيمن لوي، جول. هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة، وفي الأخير نجح شاهد راسية هاريسون، ومن ثم إلى رضا فاضل، ورضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا، ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة، والكرة الخطيرة، وجول أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو بهدف أول للكهرباء. أحمد عبد الجبار، وهدف أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو لاعب الطلبة السابق. وصل إلى هدف الثاني. لاحظ الانطلاقة من البرازيلي بوليغا والتحضير الرائع. شوف الكرة بدأت زاكري، بوليغا لم يكن متسللا، وبالتالي أموتو بأول هدف للبرتقالي، أول هدف للكهرباء. أوغستين أموتو بهدف الأول. القطع كان من سيسكو. كهرباء والتسديدة وثاني الأهداف. ننتظر ربما الراية. إذا هدف للكهرباء،
أوتارا لم يكن متسللا. سماعيل أوتارا ثاني للكهرباء عن طريق البوركيني سامويل أوتارا. لاحظ لم يكن مغطي الاثنين. وشوف اللاعب ربما فقار محمد مغطي بهذه اللقطة، وبالتالي ثاني للكهرباء بكرة مكهربة من طبعا سامويل أوتارا. زاكري تمرير، حاول حسين لزاكري، خطيرة، ثالث للكهرباء. أموتو أوغستين، أوغستين. من جديد نعاود أحبائي مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء الغراف وضيف الطلبة في آخر مباريات الجولة 29 لدوري نجوم العراق بكرة القدم، واللي انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد. حضور مميز لرئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم، الجماهير تتوافد تستقبل بترحاب تحييه وتطلب التقاط صور تذكارية مع الرئيس الاتحاد اللي حضر لتكريم نادي أكد اللي يتأهل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. كل الجماهير تصفق تؤازر هذا الرئيس اللي كان واحد من أسباب تواجد منتخبنا الوطني في مونديال أمريكا المكسيك كندا القادم. فتحية لهذا الرجل القدير الكابتن عدنان دركا. حكمنا الدولي مهند قاسم. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل. حسن داخل أعلن تقدم نادي الغراف بدقيقة 10، مسوفة عادل للطلبة بالدقيقة 27 وهدف رائع لحسن داخل يلغى بدافع الخط. تغييرين الآن بدخول علاء عبد الزهرة وخروج حبيب أوسلاتي ودخول اللاعب الرقم 71 حسين عبد الواحد. تنطلق أحداث شوط المباراة الثانية. الطلبة على يمين الشاشة بزي الأزرق والغراف بزي الأبيض والأخضر على يسار الشاشة. كرة عند مسوفة، خطأ لمصلحة نادي الطلبة. تذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول اللي يكملها الغراف ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب أمير عبد الله بالوقت المحتسب بدل ضايع من شوط المباراة الأول. خروج بشير الغرياني ودخول حسين عبد الواحد في تشكيلة الغراف ودخول علاء عبد الزهرة بدلا من حبيب أوسلا. كرة عادت علاء أحمد سهيل، كوكو لا يهدأ، ماكينة لا تهدأ، هذا لاعب كرة خطيرة طالت على اللاعب مقتدى سعد. تشكيلة الغراف مؤلفة من مجتبى محمد بحراسة المرمى، حسين فلاح على اليمين، أحمد ناظم على الشمال، سلمون
بالرقم 14، أدبوتش بالرقم 5، حسن داخل 24، عباس فوزي 25، كوكو 23، مقتدى سعد 70، وحسين عبد الواحد بالرقم 71 بدلا من بشير الغربي. أما الطلبة سجاد محمد بالرقم 1 بحراسة المرمى، غيث معروفي على اليمين 55، كرار سعد على الشمال 83، دنس نداسي 5، وميلاد علي بادراقة 13، كرار محمد 14، أحمد سهيل 30، زيد إسماعيل 6، وعلاء عبد الزهرة 10، منتظر عادل 11، سايمون مسوفا بالرقم 27. بطاقة صفراء لسالمون، هي الثانية في ملعب المباراة. كانت البطاقة الأولى لأحمد سهيل، وبطاقة حمراء لأمير عبد الله لاعب نادي الغراف. من جديد بالسلامة لأحمد سهيل صاحب البطاقة الصفراء الأولى في ملعب المباراة. كرة مشتركة مع حسين عبد الواحد، يبدو أعاد حسين عبد الواحد كظهير ودفاع بأحمد ناظم كلاعب وسط. نشوف حكم اللقاء ماذا يحدث. التعادل قائم بهدف، والغراف يكمل المباراة ب10 لاعبين. لمن فات معنا متابعة أحداث شوط المباراة الأول، تغيير لكل فريق. كرة طويلة، مسوفا، خطأ لمصلحة نادي الغراف. كرة عادت إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة الغراف. حسين عبد الواحد على التنفيذ. تلعب الكرة، تسديدة من بعيد برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الطلب. سجاد محمد، ميلاد، كرار سعد، ميلاد مرة أخرى، دنس نداسي، كرة محاولة، مرتضى أو منتظر، رمية جانبية، غايث معروفي، علاء، مرة أخرى محاولة، يا سلام، كرة خطيرة وبرافو، أبعدها حسين فلاح. هل سيتحمل الغراف الضغط؟ هل سيكون كلام آخر؟ يقول علاء عبد الزهرة هدفين في شباك الجوية والقاسم. ركنية الآن لمصلحة نادي الطلبة. أحمد سهيل بالراس، كانت عنده ركنية رائعة في مباراة زاخو اللي أحرز منها الهدف. كرة عادت، كوكو يحاول، يا سلام يا كوكو، طالت مقطوعة الكرة من غيث معروفي، مرت الكرة لأحمد سهيل، أحمد سهيل يلعبها سريعة، مرت سهلة للحارس مجتبى. يبقى التعادل قائم بهدف واحد. أذكر مرة أخرى
الغراف ب10 لاعبين بعد طرد أمير عبد الله بالوقت المحتسب بدل ضايع من شوط المباراة الأول. كرة عادل، رمية جانبية للغراف. حسين عبد الواحد، حسن كرار يبعد الكرة، مسافة كرار، زيد برا الملعب، رمية جانبية، كرار يلعبها، توجيهات تعصبة من سيد علي رضا منصوريان. كرة عادت، ميلاد، دينيس نداسي، زيد اسماعيل يستحوذ على الكرة الآن. كرة هناك بطاقة صفراء لكوكو. أحمد السيد يتعرض للإصابة. شوف الحالة. إذن لعباس فوزي، عباس فوزي سيغيب عن اللقاء القادم، عنده 4 بطاقات عباس فوزي وسيغيب عن اللقاء القادم. عباس فوزي والبطاقة الثالثة في ملعب المباراة وسيغيب عن اللقاء القادم. وهنا خطأ من جديد، ركلة حرة. سوف يتعرض إلى عرقلة. الاعتراضات الدائمة غير مبررة، يعني ما ممكن، يعني شو تتوقع الحكم يتراجع عن قراره؟ خطأ يعني خطأ، قناعة الحكم خطأ. هذا هو مقتدى سعد، واحد من اللاعبين الشباب، دخول على مسوفة وبالتالي ركلة حرة لمصلحة الطرف. طلبة يبحث عن هدف تقدم. على عبد الزهرة يتركها لكرار، على سبع مباريات أساسي 14 بديل، المباراة رقم 22 إليه. ركلة حرة لمصلحة الطلبة. مسوفة كرار، مسوفة ترتد من الجدار، كرار محاولة، غيث معروفة عرضية رأسية، علاء يحاول، كرة خطيرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراف. ركلة مرمى لمصلحة الغراف. لاعب خبرة قادم من الميناء، لعب للشرطة، للزوراء، للتراكتر، للدهوك، لقطر، للوكرة، للخريطيات، للمريخ، شباب الأردن ومسكرمان. مجتمع على تنفيذ ركلة مرمى لمصلحة الغراف والتعادل قائم بهدف واحد. الغراف بالمرحلة الثانية لعب 9 مباريات. كرة اللعب علاء، مسوفة، حسن داخل، تبعد من نداسي، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل لمصلحة الغراف. طويلة الكرة، زيد، حسن، كان ممكن ينقل لأحمد ناظم اللي منطلقة من الجهة البعيدة، وما أدراك ما أحمد ناظم. ومن يتذكر أحمد ناظم يتذكر منتخب الناشئين وكيف كان هذا اللاعب المميز، واحد من اللاعبين العرب الوحيد اللي كان ضمن التشكيلة المختارة مع موفق حسين، لاعب اللي مثل الأندية العديدة الكبيرة. يلعب مباراة رقم 25 24 مباراة، هدف صنع هدف، غاب عن مباريات الطلبة، الشرطة، دو النجف، غاب عن 4 مباريات. سجل هدف في شباك ديالة.
هذا حسين عبد الواحد برا الملعب. رمية جانبية الآن. خطأ كان لمصلحة الغراف. كرة إلى كرار، عادت إلى كرار محمد زيد ماسوفا زيد كرار، نقل كرات بأقدام لاعبي الطلبة. كرار سعد، هل سيستغل الأنيق النقص العددي بالغراف أم سيصمد الغراف؟ مقتدى يحاول، مقتدى، خطأ لمصلحة نادي الغراف. ركلة حرة للغراف. حسين فلاح، طويلة الكرة والرأس مقطوعة من ميلاد. كرار، ماسوفا بدأ يتحرك، بدأ يلعب من الخلف، يصنع كرات. كرة مرت إلى أحمد سهيل، عرضية عالية. خطأ الآن لمصلحة الغراف. حسين فلاح، كرار قريب منه، خطأ واضح لمصلحة نادي الغراف. كرة بالرأس، كرار زيد اسماعيل، ومنتظر عادل، حاولوا تسديده برا الملعب من احمد سهيل الى ركله مرمى لمصلحه الغراف. نلعب بدقيقه 60 من عمر المواجهه، تعادل قائم والغراف يكمل المباراه ب10 لاعبين. أحمد سهيل يبذل مجهود رائع في هذا اللقاء. كرة طويلة وعالية، خطأ لمصلحة نادي الغراف. بالسلامة إن شاء الله. نصف ساعة على نهاية أحداث هذا اللقاء. بطاقة صفراء المن، نشوف اللاعب اللي على ما أعتقد ماسوفا. علي يوسف، مباراتين أساسي 11 بديل. علي يوسف سجل في شباك ديالا والشرطة. يخرج أحمد سهيل، أحمد سهيل يترك الملعب، يدخل علي يوسف. تغييرين أصبح لنادي الطلبة. بالسلامة إن شاء الله. حسين فلاح، واحد من اللاعبين اللي مثلوا أندية عديدة، الكرخ، نفط البصرة، النجف، زاخو، جوية، الميناء، نفط الوسط. وبطاقة صفراء لماسوفا. ماسوفا تلقى البطاقة الصفراء.
بالمناسبة يعني أول بطاقة صفراء لهذا اللاعب هذا الموسم نهض حسين، وأول بطاقة لماسوفا هذا الموسم لاعب لم ينذر. هذا علي يوسف البديل الثاني بعد دخول على عبد الزهرة، قحطان كثير في مباراته الخامسة. كرة اللعب بالرأس من ميلاد بدراقة، تعود الكرة أحمد ناظم. شوف أحمد ناظم من ظهير أيسر إلى لاعب مهاجم، لعب على جهة اليسار كشبه يسار وبدأ يندفع إلى الأمام. هذا هو أحمد ناظم اللي أمامنا، لاعب اللي مثل زاخو، النجف، النفط، الشرطة، الطلبة، لعب للطلبة موسم 17 و18، جوية، الشرطة، مثل منتخبات العراق الناشئين، كان له حظوظ متميزة في مونديال الناشئين تحت قيادة موفق حسين. كرة مرت سلمون، مقتدى حاول يمر، يسدد من بعيد برا الملعب الى ركلة. روحية الشباب موجودة عند هذا الفريق اللي خاض 9 مباريات في المرحلة الثانية، فاز في 2، تعادل في 1 وخسر 6 مباريات، سجل 8 أهداف بالمرحلة الثانية على 12 هدف بنقاط ال7 بالمركز 17، لم يحقق الفوز إلا على النجف وعلى القاسم، وخسر أمام زاخو والجوية والقرمة والزوراء ونوروز. على الطرف الآخر فريق الطلبة بالمرحلة الثانية 9 مباريات، فاز في 6، تعادل في 2 وخسر في 1. الخسارة الوحيدة أمام الهوك بهدف. وكرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى، التعادل أمام الشرطة 3-3 وأمام النفط 0-0. حقق الفوز على القاسم 2-0، على نفط ميسان 1-0، على الكهرباء 2-1، وعلى الأمانة 2-1، وعلى النجف 2-1، وأخيرا على زاخو 2-1. الآن بالمرحلة الثانية بالمركز الثالث. طبعا نوروز أفضل فرق المحافظات بالمرحلة الثانية بعد الجوية، 23 نقطة بالمركز الأول بالمرحلة الثانية، نوروز بالمركز الثاني بالمرحلة الثانية ب20 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث أيضا ب20 نقطة، وأربيل بالمركز الرابع أصبح ب22 نقطة، يقفز للمركز الثاني بعد نوروز. هذه نتائج اللي قبل هذه الجولة، لكن الآن أربيل قفز للمركز الثاني، تراجع نوروز للمركز الثالث، والطلبة للمركز الرابع. كرة إلى خارج الملعب، 65 دقيقة، 25 دقيقة تفصلنا على النهاية. حسين فلاح على التنفيذ، كرار سعد اللي مندفع، عادت إلى قبوتشو عالية بالرأس، تنقطع من اللاعب ميلاد. كرة إلى غيث معروفي، غيث يشتت كرة، تعود الكرة من جديد إلى مقتدى، مرت الكرة إلى غيث، يتركها لحارس المرمى سجاد في مباراة الساسة، يلعب الكرة بيد إلى زيد، تعود الكرة إلى كرار سعد يحاول يمر الآن، كرار يلعب كرة إلى علي يوسف، علي يعيد الكرة إلى ماسوفا يلعب الكرة إلى الجهة البعيدة، طالت إلى منتظر يحاول يمر إلى علاء ولكن قصيرة، وتعود الكرة إلى سلمون. 4 مهاجمين، وكأن الطلبة يلعب ب4-2-4، 4 مهاجمين، منتظر وعلاء ماسوفا وعلي يوسف. سجاد بالسلامة إن شاء الله.
أيضا التعادل بهدف واحد قائم ما بين دهوك والقوة الجوية. التعادل قائم بهدف ما بين دهوك والقوة الجوية. ما زال سجاد يتلقى العلاج بالسلامة إن شاء الله. ميلاد، سجاد، ميلاد، زيد، نداسي، طويلة الكرة بالرأس مقطوعة من حسين عبد الواحد. علاء، مسوفة، أكبوتشو يبعدها، مسوفة يستقبلها، علاء، مسوفة مرة أخرى، مسوفة يعيد الكرة، تعود الكرة من جديد، زيد إسماعيل، دينيس نداسي، جول 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 جول. هو الأنيق، يبقى أنيق، هو الأنيق، يبقى الأنيق، وبهدف رائع من نداسي اللي سجل هدف الشخص الثاني وهدف التقدم بالدقيقة 68 من عمر المباراة. نداسي، دينيس نداسي يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 68 من عمر المباراة بقذيفة ولا أروع، بعد أن سجل في شباك النجف يسجل في شباك الغراب بكرة جميلة. اليوم الأهداف كلها جميلة، كلها صواريخ. شوف من بعد حوالي 40 ياردة كرة تمر على يمين الحارس مجتبى، يعلن من خلالها تقدم الأنيق بهدف أنيق، والأنيق يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد للطلبة. الطلبة 2، الغراف 1 اللي يكمل المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة الأولى في شوط المباراة الثاني والوقت المحتسب بدل ضايع. الهدف الأول الغراف سجل حسن داخل بدقيقة 10، ومسوفة سجل بالدقيقة 27 هدف التعادل، وبالدقيقة 68 دينيس نداسي يعلن تقدم الأنيق بهدف أنيق، وهو الهدف الثاني والشخص الثاني إلى رمية جانبية. الآن كوكو حسن، ترتد الكرة، سين فلاح، مقتدى، سين فلاح، قالت إلى رمية جانبية لمصلحة الطلبة. 20 دقيقة تفصلنا على النهاية. طبعا إذا فاز الطلبة راح يكون رصيده أيضا 54 يتساوى مع الزوراء، ولكن بفارق الأهداف. هم تعادلوا بهدف واحد الزوراء والطلبة، لكن يبقى الطلبة الآن عنده 30 وعليه 17، بينما الزوراء عنده 31 وعليه 13. خطأ الآن 70 دقيقة، الدقيقة 71 من عمر اللقاء. ركلة حرة، جدار صد من لاعبي الطلبة. حسن داخل، تسديدة باهتة ترتد من الجدار. كرة تعود، غيث، زيد، غيث يحاول يمر، علاء، هاتوا خذ، علاء مرة أخرى، خبرة، عقل، هدوء، اقتدار لهذا اللاعب. كرار، علاء، مسوفة. بعد الهدف الثاني الآن الدافع المعنوي راح يكون أكثر للأنيق. زيد يلعب كرة طويلة إلى منتظر، مسوفة، يا سلام، خطرة ضاعت وحسين أبعدها.
أحمد الحضري راح يدخل بدلا من أحمد ناظم. يعني أحمد ناظم كان مركزه جيد، زج بحسين عبد الواحد. يترك الملعب الآن. التغيير الثاني للغراف، تغييرين لكل فريق. كرة إلى ميلاد، بادراقة سريعة، هلمن، حسين فلاح يتركها إلى ركلة مرمى. مسوبة صاحب الهدف الأول بالدقيقة 27. هدف التعادل كان. تنزاني وكاميروني يسجلان في هذا اللقاء. هذه الكرة اللي ضاعت قبل قليل على مسوبة. كرة من ميلاد، غيث معروفي. منتظر إلى غيث، تنقطع الكرة. سلمون، كرار إلى مسوبة من الجهة القريبة. علي، كرار، وحسين عبد الواحد إلى ركنية لمصلحة نادي الطلب. علي يوسف المونديالي من تشكيلة منتخبنا اللي تمكن من الفوز على بوليفيا والتأهل للمونديال. عشاق الأنيق يبتهجون يحتفلون في ملعب الناصرية، يتسع ل20,000 متفرج قدام الناصرية وقدام العراق بافتتاحه يوم 18/4 من العام الماضي. افتتح هذا الملعب. ركنية الآن لمصلحة الطلبة. حكم ينبه اللاعبين. كرار سعد، الرأس مقطوعة، طويلة الكرة. يونس نداسي ضغط عليه كوكو. غيث معروفي، وكرة طويلة إلى حارس المرمى مشتبه. طويلة من مشتبه، بالرأس عادل سجاد. ربع ساعة تفصلنا على النهاية. 1 الغراف، 2 الطلبة. آخر مباريات الجولة 29. سيغادر الغراف لدهوك لمواجهة دهوك، بينما الطلبة سيواجه نوروز. كرة اللعب. ستنطلق مباريات الجولة 30 يوم الثلاثاء القادم بلقاء نفط ميسان مع النجف عند الساعة 5، وعند 7:30 الميناء يلاقي الأمانة. يوم الأربعاء الموصل يلاقي النفط، الشرطة يلاقي القاسم، الكرخ يلاقي القرمة عند 7:30. بينما المباراتان الموصل مع النفط والشرطة مع القاسم عند الساعة 5، وعند 7:30 ستكون هناك 3 مباريات. الشرطة مع أو الكرخ مع القرمة، الطلبة مع نوروز، والزوراء مع ديالة. ويوم الخميس تختتم الجولة بلقاء دهوك مع الغراف عند الساعة 5، وعند 7:30 مباراتان القوة الجوية مع أربيل، وزاخو مع الكهرباء. كرة اللعب مرت إلى الخارج، طالت على منتظر عادل. هذا المدرب اللي يبحث عن فوز الرابع عشر في المباراة 22 إلى، فاز في 13، تعادل في 5، وخسر في 3.
44 نقطة من أصل 63. فرط ب19 نقطة. تسديدة من بعيد برا الملعب إلى ركلة، بينما على الطرف الآخر قحطان كثير في المباراة الخامسة إلى 2 فوز 1 تعادل وخسارة 1. حصد من 12 نقطة 7 نقاط وفرط ب5 نقاط. كرة تنقطع بالرأس ملعوبة. حسن داخل، عادت الكرة من عباس فوزي، مرت من جديد حسين فلاح، عباس قصيرة مقطوعة، أقبوتشو، حسين فلاح، تبعد الكرة بالرأس، منتظر، غيث، زيد إسماعيل، علاء، كرار، علاء. هل سيستغل طلب هذا النقص العددي ويضيف هدف ثالث؟ يكرر سيناريو لقاء الذهاب اللي انتهى 3-1 للطلبة. كرة الآن عند اللاعب الحضري، ترتد الكرة. أحمد الحضري اللاعب التونسي قادم من المرسى الانتقالات الشتوية، عنده 3 أهداف في شباك النجف من ميناء القاسم. كرة اللعب، والحكم يقول انت مبدأ إتاحة الفرصة، والفرصة ضاعت والكرة إلى ركنة. انت مبدأ ادفانتج، إتاحة الفرصة وبالتالي الفرصة تضيع. دقيقة 71 عند المباراة الثانية، يبقى التعادل قائم ما بين القوة الجوية ونادي إدهول. هذه كرة كرار أبعتها مجتبى، وحكم انت مبدأ إتاحة الفرصة كانت للمسعوفة أن يصب. مسعوفة الآن عالية الكرة، أبعدها مجتبى. غيث، زيد، 1 مقابل 5، سادس ركنية في ملعب المباراة. كرار، 10 دقائق تفصلنا على النهاية. كرار، علي يوسف، مجتبى حارس المرمى، شتت كرة مقطوعة بالرأس. حسن، كوكو، اليوم حادين من خطوط، قاطعين عنا كل طرق المرور لكوكو، لكن هو لاعب متابع، إذا ما استغل الفرصة إليه يمنح فرصة لزملائه. حسين فلاح، قصيرة، سوف إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف. 10 دقائق، هل سيضيف الأنيق هدف ثالث أم سيعادل الغراف ب10 لاعبين؟ أحمد الحضري، كرة أبعدت من كرار، خطأ لمصلحة الغراف. خطأ للغراف. البطاقة التاسعة هذا الموسم لهذا اللاعب، انذار لكرار سعد، 9 بطاقة إلى هذا الموسم. تاسع بطاقة لهذا اللاعب هذا الموسم. عنده طرد أيضا. ركلة حرة من مكان خطير. حسين عبد الواحد، الوافد من القاسم، لعب للقاسم لنفط الوسط للطلبة موسم 2017-18 كان مع الطلبة. منتظر، جدار صيد، علاء، مصوبة، ثلاثي الهجوم. حسين عبد الواحد على التنفيذ، كرة أخطر من الزاوية، جدار صد من اللاعبين.
ركلة حرة، مكان خطير. بالمناسبة الطلبة أكثر فريق سجل من ركلة حرة مباشرة 8 كرات، ومن ركلة حرة غير مباشرة سجل 5 كرات. الطلبة من الكرات الثابتة أكثر فريق سجل 8 من ركلة حرة مباشرة و5 من ركلة حرة غير مباشرة. ركلة مرمى للطلبة. سجاد صاحب الهدف الأول الجميل والهدف الثاني الملغي. 7 دقائق تفصلنا على النهاية. كرة مقطوعة من حسين عبد الواحد. غاية معروفي يتركها إلى رمية جانبية لمصلحة الطلبة. كرة عادت زيد غيث سلمون غيث معروفي. طويلة الكرة، محاولة لعلي يوسف. علاء منتظر يا سلام، وكرة مقطوعة من سلمون. مبدأ إتاحة الفرصة الحكم. برافو يا حكم. كرة عادت كرار إلى كرار سعد. ميلاد علي بادراقة. علي يوسف مع سوفا. كرة خطيرة. جول. هدف ثالث أنيق للأنيق بالدقيقة 85 من عمر المباراة. مسوفا يسجل هدف الشخص الثاني والثالث للطلبة. 3 الطلبة 1 للغراف. مسوفا يسجل. سجل هدف الشخصي السادس هذا الموسم. مسوفا يسجل هدف الشخصي هذا الموسم السادس والثاني في هذه المباراة والثالث للطلبة بعد أن سجل. لم يسجل في لقاء الذهاب ويسجل في لقاء اليوم. 3-1 أصبحت النتيجة 12. 12 مرة تنتهي مباراة، إذا ما انتهت 11 مباراة انتهت هذا الموسم بنتيجة 3-1، وهذه المباراة رقم 12 إذا ما انتهت بهذه النتيجة. 3 الأنيق ل1 الغراف. حسان تركي المساعد. تعادل باقي بين دهوك والقوة الجوية. كرة اللعب. تغيير في تشكيلة الغراف. هذا علي الحضري. أحمد الحضري. مصطفى كوناتي يدخل في تشكيلة الغراف. كرة عالية بالراس. الله على وكرار.
بالرأس من جديد. مقتدى وأنيس أيضا يدخل. أنيس المعاري يدخل أيضا. بيدرس كوكو يتعرض والحكم يقول ما بيها شيء. زيد على دقيقتان على الوقت الرسمي لنهاية المباراة. دخول مصطفى كوناتي ودخول أيضا أنيس المعاري في تشكيلة الغراف. عادة الكرة وسط الملعب عباس. ذا مباراة واحدة عن الجوية 19 مباراة أساسي 8 بديل. كرة لحسين فلاح. خروج مقتدى. كرة طويلة. هجمة الآن. محاولة. علي. أكبوتشو. حسين عبد الواحد. طويلة من حسين. هجمة الآن. أحمد وجول. ويبدو هناك خطأ. يبدو هناك فيدرس كوكو يسجل ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي الطلب. الدقيقة الأخيرة ومنذ شوط المباراة الثاني. الغراف يكملها ب10 لاعبين ويبدو هدف هناك صافرة. نشوف يبدو إعاقة من أحمد الحضري للمدافع وبالتالي هدف ملغي. ثاني هدف يلغى لفريق الغراف في لقاء اليوم. رأسية سلمون إلى الشباك اللي أنقذها ببراعة المدافع. إذن ركلة حرة للطلبة وهدف ملغي. 3 أهداف للطلبة، هدف واحد للغراف. سجاد يلعب الكرة طويلة. حسين فلاح دفع من علي يوسف. ركلة حرة لمصلحة الغراف. 90 دقيقة انتهت. ممكن نشوف 6 دقائق. 4 دقائق أضاف الحكم، هو صاحب التوقيت الأدق. رمية جانبية حسين فلاح. حكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء. حكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء. الركلة 16 بعد 100. وركلة جزاء. شوف بالإعادة. شوف بالإعادة. ركلة جزاء للغراف. الغراف عنده 7 ركلات جزاء. وهناك 3 ركلات على الأنيق. هذه الركلة الرابعة، 2 سجلت، واحدة ما سجلت. أيضا في لقاء الذهاب كوكو سجل ركلة جزاء. تشيكينج بنالتي. إذن كوكو
وركلة جزاء لمصلحة الغراف بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع. الآن ينتظر قرار غرفة الفار. يبدو التأكيد، تأكدت الركلة، دفع كان موجود في منطقة الجزاء. كوكو على التنفيذ. سنذهب إلى 3-2. 10 مرات حققت في دورينا هذا الموسم 3-2. مهند قاسم، ركلة الجزاء الثامنة اللي يعلنها. أعلن ركلة جزاء في مباراة الميناء، أربيل للميناء، الزوراء نوروز للزوراء. فيدلس كوكو، جول! الله! ضاعت ثالث ركلة في هذه الجولة تضيع، ثالث ركلة في هذه الجولة تضيع، والركلة رقم 24 اللي تضيع في دورينا هذا الموسم. الركلة رقم 24 اللي تضيع في دورينا، وترتد الكرة، ميلاد يبعتها، تعود الكرة وسط الملعب، عادت من جديد، علاء يلعبها إلى علي المن، إلى كرار، وكرار يبعتها إلى الخارج. هذا الدور يخرج كرار. أحمد يدخل، صبري، فلاح أيضا، منتظر عادل يترك الملعب، أسوفا أيضا يترك الملعب. أيضا فليح حسن يدخل في تشكيلة الطلبة. تغييرات من أجل قتل الوقت. خروج كرار ودخول لاعب رقم 84 أحمد صباح. كرة اللعب، كوكو سجل 6 ركلات جزاء. كوكو مع فريقه سجل 6 ركلات جزاء. اليوم يهدر ركلة جزاء. سجل على الموصل، وسجل على الأمانة 3، على الطلبة، على النفط، وعلى الكهرباء. اليوم يهدر ركلة جزاء. إذن الغراف يتلقى الخسارة 13، والأنيق يسجل الفوز 17. آخر اللحظات الأنيق يتراجع للمركز الخامس، والزوراء يقفز للمركز الرابع. ننتظر صافرة الحكم الدولي مهند قاسم. إذن الطلبة يبقى بمركزه ب57 نقطة، يرفع رصيده إلى 57 نقطة، بينما الزوراء ب54 نقطة. إذن 57 نقطة، يبقى بالمركز الرابع، والزوراء بالمركز الخامس، والقرمة بالمركز السادس. إذن صافرة الحكم الدولي مهند قاسم تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز الطلبة على الغراف 3-1. هل هناك حالة تسلل؟ يبدو حالة تسلل وليس نهاية اللقاء. لازلنا نلعب، وصافرة نهاية اللقاء بفوز الطلبة على الغراف 3-1. حسن داخل سجل للغراف بالدقيقة 10، وعادل مسوبة بالدقيقة 27، ثم دينيس نداسي بالدقيقة 68، وسجل مسوبة بالدقيقة 58. وبطاقة حمراء لمجتبى محمد، بطاقة حمراء للحارس مجتبى محمد، أو لعباس فوز لمجتبى فعلا. لا نريد هذه التصرفات بعد
نهاية المباراة. إذا الطلبة يرفع رصيده إلى 57 نقطة، يبقى بمركزه الرابع، والزوراء للمركز الخامس، والقرمة يتراجع للمركز السادس. وهذه ركلة الجزاء اللي يهدرها فيدريس كوكو. مبروك للأنيق ولعشاق الأنيق، وهارد لك للغراف. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم.